السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في صحة جيدة. مبروك عواشركم ويدخل عليكم ان شاء الله هذا العيد بالصحة والسلامة وطول العمر بإذن الله يا ربي. اليوم جبت لكم قصة للعبرة، قصة قصيرة فيها فائدة وعبرة كثيرة. بقاو معايا سمعوا القصة تحت عنوان خيط ديال الزهر. كان في واحد الدوار صغير سميتو تكركوست، عايشين الناس في البساطة ولكن بالنية والرضا. وسط هاد الدوار كانت ساكنة خديجة، مرأة في الثلاثينيات من عمرها، معروفة في الدوار بأنها طيبة وبيديها البركة. كانت كتخيط وترز وكتبيع شغل يديها في المدينة باش تعيش، حيت راجلها مسكين الله يرحمه كان مات في حادثة خيبة وخلاها بوحدها مع وليداتها. سفيان اللي كان باقي صغير، هاد سفيان اخوتي كان في ديك الساعة عنده 7 سنين، ذكي بزاف وكيحب يقرا، ولكن الظروف كانت صعيبة والمدرسة بعيدة بزاف والبرد قاصح. وخديجة كدير المستحيل باش تضمن ليه يلبس مزيان ويوصل للقسم. كل نهار كتفيق مع الفجر كتصلي وكتقول يا ربي سهل ليا ويخلي ليا هاد الوليد يطلع راجل ونفتخر بيه. مشات ليام وجات ليام. واحد النهار جا واحد الراجل من المدينة سميتو السي عبد الله الكبير، كيقلب على ناس يخدموا معاه في دار الطرز التقليدي ديالو. شاف شغل خديجة في عند وحدة من الزبونات وطلب يشوفها. مشى للدوار وبدا كيهضر معاها، قال ليها لاله خديجة شغلك زوين وباينه فيك النية وبغيتك تخدمي معايا في المدينة، نكري لك واحد البيت ونعطيك ثمن مزيان. صراحة خديجة ترددت، وبغيتي تجيبي معاك ولدك مرحبا، حتىش المدينة كبيرة ومخيفة، ولكن في نفس الوقت شافت فيها فرصة باش تعيش مزيان وتعطي سفيان مستقبل زوين. جات خديجة تشاورات مع الجيران وصلات صلاة الاستخارة، ومن بعد مسكينة جمعت حوايجها وقررت تمشي. في هذه المرحلة بدات الرحلة الجديدة للمدينة. كان عالم آخر، عالم من الزحام وناس بزاف والجو مختلف، ولكن خديجة بقات محافظة على طيبتها وشغلها المزيان، وفعلا بدات كتربح مزيان وكتوفر لسفيان بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش يحلم بهم في الدوار. مشات ليام وجات ليام، سفيان كبر ودخل الإعدادي ومن بعد الثانوي، وكان دايما ما شاء الله في المراكز الأولى. خديجة عمرها ما خلاته يحس بالنقص، وديما كتقول لي هاد الجملة: خيط الزهر هو النية، وخيط النية عمره ما يتقطع. وصل الوقت وسفيان نجح في الباك بمعدل كبير، وحصل على منحة باش يقرأ في فرنسا. خديجة رغم أنها بغات ولدها يبقى قريب منها وفرحات ليه وقالت ليه: مشيتي بعيد ولكن قلبي معاك، وخيط الزهر عمره ما يتقطع بيناتنا. سفيان مشى يقرأ وتخرج وبدا خدام في شركة كبيرة ما شاء الله، ومن بعد رجع للمغرب ودار مشروع كبير ديال الطرز التقليدي العصري وسماه خيط الزهر، تكريما لأمه الحنونة المكافحة لاله خديجة. وكان كل عام في نهار خاص كيجمع الأمهات في المعمل ديالو وكيهضر على الأم ديالو لاله خديجة، اللي كانت خياطة بسيطة ولكن بإيمانها وحبها ونيتها خلت الأثر في العالم كله. سيادنا قصتنا انتهت، لكن خدينا عبرة كبيرة من القصة، والعبرة ماشي الفقر ولا الظروف اللي كتحدد المصير، ولكن النية والصبر وخيط ديال الزهر اللي كيجمعنا مع أحلامنا حتى نحقوها. شكرا لكم على على المتابعة ديالكم، وما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس اللي يوصلك كل جديد
الا كنتي مازال ما انضميتي لعائلتي فكنقول لك مرحبا بك والف مرحبا، ولا كنتي منضم فراك مول الدار، ونعاودو نرحبوا بك مره اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في قصة أخرى للعبرة. مع السلامة.